السلام عليكم، كيف الحال؟ عساكم بخير، صحة وسلامة. طبعا مثل ما شفتوا في عنوان المقطع اليوم بتكلم ليش ما في يوتيوب عماني. طبعا انا مش قلت يوتيوب عماني، ما يوتيوبر عماني، في يعني يوتيوبر عماني كم واحد طبعا، لكن في المقطع أنا ما بتكلم عن يوتيوبر، بتكلم عن اليوتيوب العماني. ما في عندي يوتيوب عماني او مجتمع لليوتيوب العماني. شباب، قبل لا يبدا المقطع حاب استسمح منكم على المنظر اللي تشوفوه ورا. منظر غرفتي، انا ما عندي مكان اصور فيه الا غرفتي يعني، والغرفه مثل ما تشوفوا يعني كرفايه وهفسه مهتفسه شويه، بس حطيت لكم علم عمان يعني سنه وطنيه عشان مقطع اليوم. عشان كذا حطوا لايك واشتركوا اللي ما مشترك. طبعا هالمقطع شباب أنا ما بتكلم عن يوتيوبر بعينه، بتكلم عن وش، عن اليوتيوب العماني اللي من الاساس هو غير موجود. انا يعني ما اشوفه حرفيا. انا ما اتذكر في حياتي اني تابعت يوتيوبر عماني، ما اشوف يا اخي يمكن شفت مال كل الدول العربيه الا العماني. ايش ما جالسين نشوفه؟ وش المشكله؟ طبعا في هالمقطع انا بشرح المشكله وليش ما في يوتيوبر ياسين يطلعونه. طبعا اول مشكله، فانا متاكد انها اهم مشكله، لو فاقد المشكله باقي المشاكل يعني سهالات. يعني مشكله الخوف. طبعا شباب، الخوف هو اهم سبب لعدم ظهور يوتيوبر عمانيين بشكل عام. من وجهه نظري يعني، من وجهه نظري اشوف ان الخوف يعني يخافوا من كلام الناس. ان في عمان عندنا المجتمع ما يرحم حرفيا يعني. انتقاد يعني انتقاد تقطيع، هذا ما طبيعي. حتى لو انت كان محتواك هادف ومفيد وتساعد الناس وكل شيء، بس يا اخي انت ما داخل المزاج، هم حابينك بيمسكوك بيقطعوك تقطيع لما يخلوك تعتزل. الله يهديهم يعني. طبعا اتكلم عن البعض. طبعا انا اشوف انه يعني مجتمعنا، المجتمع العماني يعني المجتمع يحب ينتقد اي شيء، شيء زين شيء ما زين، هو يحب ينتقد كذاك على الماشي. عشان كذا كان انا احب ان يعني ننوه، لا تنتقد اي شيء. يا اخي شفتوا شيء زين يا اخي دعموا، حطوا لايك واشتركوا وكتبوا كومنت طيب، ما له داعي الكلام السيء يعني، او السب او الشتم او المسخره. والسبب الثاني اللي هو نفس الشيء، هذا سبب بعد مهم. عنده في واحد شجع وراح يفتح قناة، وش بيسوي؟ هل بيجيب محتوى جديد او هل بيجيب محتوى بجودة حلوة؟ للأسف يعني بيسوي محتوى متكرر جودة سيئة يعني. بينسخ، ما بينسخ من الأجانب، بينسخ من اللي نسخه من مع الأجانب بشكل سيء حرفيا، بأسوأ طريقة بيجيب عندنا في عمان. وبيسوي المقطع أكيد ما بيجيب دعم يعني. أنت سارق الفكرة بشكل سيء ومنزلها عندك. عشان كذا أنت يوم تسوي الأشياء كلها لا تستغرب إنه ما حد بيشوف المقطع يعني. أنت سارق الفكرة، وماشي مشكلة إنك تاخذ فكرة ما حد وتسويها بطريقتك. في مشكلة انك تاخذها مثل ما هي تنسخها وتلصقها عندك وبس، لا وبشكل سيء يعني، بأسوأ شكل يعني. عشان كذا هو بعد ما يشوف ان المقطع اللي سواه من وجهة نظره تعب عليه، ما جاب دعم، يقول ليش انا جالس انزل وتعب عمره وكذاك يعني، انا اسحب وارتاح ادور لي شغل، مع انه ما هي شغل في عمره، بس خلنا ادور لي شغل. السبب الثالث قلة المشاهدات. يعني حرفيا تسوى مقطع 12 ساعة. طبعا أنا ما سويت ذا الشيء يعني، بس في ناس يسووه، بس أنا ما سويته. ما أتوقع أني بسوي. تصور مقطع 4 ساعات وتمنتج فيه 10 ساعات وتنزله، مو حاجة في المقطع. يمكن إذا حد شافه، أهلك، ربعك، أنت شفته من أكثر من حساب، حطيت لايك، كم تعليق بس. السبب الرابع انه ما في رعايات معنا. مثل ما اقول انت يعني بالغلط، ما اعرف كيف سويت، اشتهرت في اليوتيوب. انا اتكلم عن اليوتيوب، ما اتكلم عن باقي المنصات يعني. اشتهرت بالغلط في اليوتيوب، ما بتستفيد شيء، لا يدخل لك فلوس ولا شيء، ولا بيجي مثلا راعي يرعى مقطعك. اذا حد جاك بيقول بس مال المطاعم يعني، مال البرجر، يعطيك برجر ببلاش يلا في المقطع، يمكن يعطيك 50 ريال بس يعني. طبعا انا ما قصدي اقول 50 ريال شويه ولا شيء، لا بالعكس مبلغ حلو، بس انا اتكلم في الدول المجاوره يعني، في الدول اللي عندنا يعني يجينهم رعايات بمبالغ اعلى عن كذا بواجد. انا ما اتكلم عن القنوات الصغيره، اتكلم اذا انت سويت قناه كبيره ما بتحصل لك رعايات، واذا حصلت رعايات ما يستاهل. عشان كذا يعني بينك وبين الناس بتقول ليش انا قاعد اتعب عمره وانزل مقاطع ومنتج واجلس انتظم بالسنين عشان اذا اشتهر ما حصل رعايات، ما حصل شيء، بالعكس انتقادات. اهم سبب انه ما في يوتيوبر عمانيه طلعوا الانتقاد. قسم بالله شباب، ترى المجتمع العماني ما يرحم، تقطيع يعني. ما اعرف ايش السبب يعني، هل في عقده من الموضوع؟ ما اعرف يعني. انا الحمد لله يعني، انا ما حد انتقدني، انا يعني قناتي صغيره يعني، بعدني ما وحيت اطلع، بس ان شاء الله انتم تطلعوني بعد هالمقطع يعني. ولا حد ينتقدني، ما انسان حساس، ما ازعل، يمكن اقفل القناه يعني. طبعا انا هنا لخصت لكم اهم 4 اسباب اللي اليوتيوب العماني ميت. طبعا شوف شباب، هنا في وايد اسباب، بس وش انا لخصت لكم اهم 4 اسباب من وجهه نظري. اذا انتم عندكم وجهه نظر ثانيه اكتبوا لي اياها في التعليقات. انا هذه اشوف ان اهم 4 اسباب يعني، اذا ال4 اسباب نحلن باقي الاشياء بينحلن. وفي سبب يعني، هو في سبب واحد اللي هو سالفه الانتقاد. لو يعني المشاهدين هدوا شويه على اللي ينزلوا. طبعا ما اتكلم عن اللي ينزلوا محتوى خليع، ينزلوا اشياء غلط مخالفه للدين الاسلامي وهالاشياء، انا اتكلم عن اللي ينزل مقاطع مفيده. شباب لا تقطعوهم يعني. طبعا انا ما اتكلم انه مثلا محتواي مفيد ولا شيء، انا اساسا ما اعرف حتى وش انزل، محتواي غريب يعني، مره العاب
والحين نبي نتكلم عن أسباب فشل اليوتيوب العماني. يعني واحد ينوع يعني لما الله يفتحها عليه. طبعا شباب، طبعا في حلول يعني باستثناء الانتقاد ما حدا حل يعني، بينتقدوك طبعا العالم بن. المهم شباب اعذروني على لسه بس شويه الظهر يعني تياب بس قلت خلني كذا يعني شيء بنا وش نسوي. المهم هذا اهم الاسباب قلت لكم اياها. طبعا الحلول انه يعني نجيب محتوى جديد، يعني ما نسرق محتوى من ناس يسرقوا المحتوى وننزله معنا بشكل سيء. لا نجيب محتوى جديد، محتوى مميز منفرد. انا لا اتكلم عن نفسي يعني، ذا الاشياء انا لو اسويها بكون افضل يوتيوبر فعلا، بس اسف اني ما اسويها. المهم حطوا لايك، اشتركوا اللي ما مشترك، واعطيتكم اهم الاسباب. واهم شيء شباب لايك اشتراك يعني عشان خاطر هالعالم اللي ورا يعني. كان معكم سعيد، اتمنى هالمقطع نال على اعجابكم، واتمنى هالاضاءه تكون سيده يعني ما اعرف، مع اني مشغل ليت يعني قاعد تحت الليت جيب اضاءه. هذا من الاسباب شباب، من الاسباب انه يعني اليوتيوبر العماني يستخسر يشتري اضاءات واجهزه عشان يجيب لكم المقطع باحلى جوده.